السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي في القناه ومع قصه جديده. كي دايرين الخوت؟ كي دايرين مع البرد مع الشتيوه؟ الحمد لله عليها، اللهم لك الحمد. الله يدخلها علينا بالرزق والتيسير والصحه والسلامه. والناس ديال اسفي مساكن اللي وقعت لهم داك الكارثه، الله يرحمهم. داك الناس اللي ماتوا واللي مرضين مساكن، الله يشافيهم ويعافيهم يا ربي يا ربي. بالنسبه للقصه اليوم اخوتي خواتاتي غادي تصدموا. اش غنقول لكم؟ راه لا حول ولا قوه الا بالله. بعد شي ناس يديروا شي تصرفات خايبه بزاف، والله القسم ما عرفت كاع الطينه ديالهم مني كتكون. غادي نعاود لكم واحد القصه، وفاش نكون كنعاود الا عرفتم الفعله وانا مازال كنعاود القصه، كتبوها ليا في لي كومونتير. غنمشيو عند سمير. سمير هو واحد الطفل تربى يتيم، هو وحيد ديال الام والاب ديالو. ملي كانت عنده 5 سنين توفى الاب ديالو، بقى غير هو والام ديالو. الاب ديال سمير كانت عنده واحد المشاريع مع الاخوه ديالو، يعني كانت عندهم تجاره مشتركه. فاش مات الاب وسمير مازال صغير، ما لقاوش كيفاش يديروا يفرقوا داك الشيء وديك التجاره يفرقوها. وسمير في داك السن اتفقوا مع الام ديالو بانه مني غيدير سمير 18 سنه غادي يعطيوه الحق ديالو. ولكن هاد المده لما يوصل 18 عام بحال اللي الاب ديالو عايش، يعني داك النصيب اللي كيجيه من الشهر للشهر وداك الشيء في التجاره ديالهم غادي يبقاو يعطيوها له باش تصرف عليه الام ديالو وعلى الدراسه ديالو وعلى المعيشه ديالو. وفي نفس الوقت كان الاب ديالو خلى لهم زعما الدويره ديالهم، يعني المنزل ديالهم مستقل، ما كانوا لا كاريين لا والو. صافي اتفقوا على هذا الاتفاق هذا. بقات الامور غادا هكاك، ولكن قالوا للام ديالو، قالوا لها ما تزوجيش، حيت الا تزوجتي غادي يدخل شي راجل معانا في هذا الشيء، ما غيمكنش. الا غتصبري حتى يدير سمير 18 عام، منين ياخذ الحق ديالو ديك الساعات بغيتي تشوفي حياتك شوفيها. المهم هي وافقات. هي الغرض ديالها ان ولدها يتربى مزيان، يعيش مزيان، يقرا، يوصل لاعلى المستويات كما كيتمناو جميع الاباء وجميع الامهات لوليداتهم. بقى هكاك. المهم سمير تبارك الله كبر، كان واحد الطفل زعما مجتهد، كان كيقرا مزيان، دوز جميع المراحل ديال الدراسه. منين وصل 18 سنه داكشي اللي كان صافي تفرق داكشي ديالهم مع العمام ديالو، مع العائله ديال الاب ديالو. صافي خدا داكشي ديالو، كمل الدراسات ديالو اللي مور البكالوريا، حتى تبارك الله شد واحد ديبلوم عالي وخدم واحد الخدمه زوينه. فاش خدم هذيك الخدمه زوينه كان عنده واحد النصيب ديالو ديال الفلوس، ولا قرر انه يشري حتى هو منزل ديالو خاص به. شرا واحد الدار ديالو. من بعد واحد شويه صافي فكر انه يتزوج. تعرف على حكيمه هي واحد الشابه، حتى هي كانت يتيمه الابوين، يعني مات الام ديالها هي الاولى، ومن بعد تبعها الاب ديالها، وهي عاشت غير مع جداتها وخوالها. كانت هي واحد البنت ظريفه، كانت جميله، كانت هي خدمه زوينه. صافي تفاهم معها سمير وتزوج بها. دابا غادي نمشيو فاش قال سمير الام ديالو راني بغيت نتزوج. المهم هي في الاول عكسات ليه، قالت ليه لا انت مازال صغير، يلا بديتي حياتك. هي كتقصد له حياته ماشي زعما على الفلوس ولا شي حاجه، ولكن زعما مازال السن ديالو مازال، زعما خصها مازال يبقى معها شحال عاد يقدر يتزوج. وهذه جوا قال لها لا، قال لها دابا انا خدمت الحمد لله ومستقر ماديا، ما خصني زعما حتى شي خير. قال لها تا الزوجه اللي راني اختاريت، البنت اللي اختاريت حتى هي راه خدامه، وحتى هي راه واعيه ومثقفه، زعما ما غلقاش محسن منها. المهم ما علينا، هي كتبغي ولدها بزاف وكدير له خاطرو.
مشات معاه، خطبوا حكيمه، المهم تزوجوا. صافي تزوجوا، جابها للدار، بقات عايشه هي وسمير متفاهمين. داكشي زعما داكشي بيناتهم مزيان. بقات الام ساعه ساعه كتجي لعندهم، كتجي لعند سمير ومراته، كتجي لعندهم دغيا. بحال نقولوا تصاحبات مع العروسه ديالها. الام كانت سميتها زينب. دغيا تصالحات، زعما تصاحبات مع العروسه ديالها، بداو كيخرجوا، بداو كيدخلوا، بداو كيمشيو هكا يتسوقوا. يعني تفاهموا مزيان. هذيك زينب ام سمير كتبغي العروسه ديالها، وحتى العروسه ولات كتبغي العجوزه ديالها مزيان. الحامات ديالها ولات كتبغيها زعما بزاف، حيت حطاتها في المرتبه ديال امها، كتعاملها واحد المعامله مزيانه. بقاو هكاك، صافي ولات. المهم ساعه ساعه كتجي لعندهم، حتى ولات سميتها حكيمه ما كتسخاش بعجوزتها تمشي، ما كتسخاش بالحامه ديالها تمشي من عندهم للدار، كتقول لها غير بقاي معانا. حتى ولا سمير كيقول لهم واش نتوما بجوج متفاهمين عليا، شفت هادشي اللي بيناتكم بزاف. المهم الاخرى ما ديرش خطوه وحده بلا ما تستشار مع جوزها، والعكس عاوتاني. الحامات ما كدير حتى شي حاجه تستشار مع العروسه ديالها حكيمه. بقاو هكاك. المهم دوزو تقريبا واحد العام ديال الزواج وهما سمن على عسل كما كيقولوا. هنا غادي يبقاو يجيو الحكيمه واحد الرسائل اللي ما مفهوماش في التليفون ديالها. شنو في هاد الرسائل؟ هاد الرسائل فيهم رسائل بحال نقولوا ماشي تخويف، بحال كيخوفوها وكيهددوها. بحالاش؟ بحال دابا كيقولوا ليها غير ما تفرحيش بزاف، راه هاد الحياه اللي انت عايشه فيها راه ما غاديش تستمر. مثلا بعد شي مرات كتكون حكيمه خرجت دارت شي حاجه، بحال دابا خرجت دارت واحد الجوله بحال في شي بلاصه ولا هادي، تيجيها اس ام اس ولا كيجيها ميساج بانك داك البلاصه اللي كنتي فيها اليوم وراه تما كانت غتوقع لك الكارثه. وبالفعل كتلقى راسها بانها كانت في ديك البلاصه بالضبط. يعني واحد الرسائل خوفوها بزاف، تما غادي تقلب حياتها. كل نهار وصلوها الرسائل. ودابا المشكله انها ما قدتش تصارح سميتو راجلها بهادشي هذا، بقات كاتمه داكشي في قلبها وساكته، كتقول لعل وعسى هادشي زعما تكون هي فتره ودوز. ما قالت له والو، ولكن هي تغيرات في التصرفات ديالها وفي هذا. ما بقات، ولات هي ساكته وبحال مكتئبه وما بقاتش كيف كانت. هو سمير زعما لاحظ هذا الفرق هذا في مراته. كل ساعه كيقول اش كاين، ياك لاباس كتقول له لا ما كاين والو. قال لها ياك ما زعما ياك ما حامله ياك ما هادي. قالت له ما كاينه حتى شي حاجه، ولكن انا قالت له راني مزيان. ولا داكشي باين. صافي بقى صابر. واحد النهار اصلا كانت ماما في الدار زينب، هو صافي جلس مراته وقال لها دابا غتقولي لي شنو كاين، لان قال لها هادشي بزاف ما يمكنش. قال لها تكوني هكا زعما تقلبتي 360 درجه. قال لها ما يمكنش. جات حماتها قالت لها راه هذا هو الوقت فاش تقولي له. هي بجهد اللي مصاحبه مع الحامه ديالها قايله لها كل شيء. قالت لها راه اش كيوصلني. والحامات عارفه بان حكيمه واحد المراه اللي صاينه راجلها، صاينه دارها، زعما مراه متخلقه ما فيها حتى شي حاجه العيب. يعني داك الرسائل وداك الشيء عارفاهم بانهم يكونوا من عند شي حد باغي زعما باغي لها شي حاجه خايبه. اما زعما هي ما كتعرف حتى شي واحد، ما كتعرف غير راجلها وحماتها، وزعما هذا ما كدير لها هكا لا هكا. صافي هي دي قالت لها شوفي هذا هو الوقت فاش تقولي له. قال لهم اذن كاينه شي حاجه، قولي لي شنو كاين. وهي تقولها له. قالت له راه قالت لهم واحد الفتره
راه اش ولا كيوصلني في التليفون، اش ولا كيوصلني رسائل ديال التهديد ديال التخويف، راه معيشيني في الرعب، راه هادي. صافي قال لها وريني نشوف. قال لها واش هادشي كله متحملها بوحديتك؟ ودار في مو قال لها زعما علاش ما قلتي ليش؟ قالت له زعما انا بغيت نقولها لك ولكن بالموافقه ديالها، ما بغيتش نقولها لك انا وهي ما تقولكش. صافي دابا دخل معاهم حتى هو في هادشي هذا، بداو كيقلبوا على شكون اللي كيدير داكشي هذاك. قال لها عرفتي اش غادي ديري؟ قال لها غتبدلي النمره. قال لا كاع هاد النمره ديال التليفون اللي دايره لنا هاد المشاكل حيديها. صافي قالت له انا مبغيتش نبدل النمره لانها عندي نمره قديمه فيها بزاف د العائله، فيها بزاف ديال المسائل ديالي الخاصه، يعني ما بغيتش هذا. قال لها اللهم قال لها صحتك وراحتك، ولا قال لها تخلي هاد النمره هادي ويبقاو هاد المشاكل. ناضت حكيمه بغي بدلت النمره. وواحد الحاجه دابا داك هاد لي ميساج اللي كيجيوها من واحد النماري معينين، وهذيك النمره ماشي نمره واحده اللي كيجيوها منو زعما داك الميساجات غير نمره واحده، لا نماري بزاف. بحال دابا نمره كتصيفط لها الميساج ديال التهديد ولا ديال تسخلعها ولا شي حاجه بحال هكا، وفي نفس الوقت داك النمره كتحيد. يعني فاش كتبغي تتصل بداك النمره ولا كدير شي حاجه كتلقاها مشات مره اخرى، كتجيها نمره واحده اخرى. يعني بزاف د النماري. بدلت حكيمه النمره. فاش بدلت النمره داك النهار ما وقع والو، لا غد لي جاوها عاوتاني الرسائل. وما يمكنش، قالت ما يمكنش. واش انا بدلت النمره؟ ما تعرفها حد، ونفس الرسائل ولا عاوتاني كيجيوها لهذيك النمره هذيك وبارقام مختلفه، يعني كل ساعه نمره مختلفه كتصيفط لها داك الميساج. شويه داك الشيء طور انه ولات الحاجه كتحط وما كتلقاش. يعني حكيمه مره تحط خاتم ديالها ما كتلقاش، مره تحط بحال لابا شي شال ديالها زوين ما كتلقاش. صافي تما بقات كتقول ربما ان هادشي اللي كيدير لها، راه هادشي زعما اللي كيدير لها هادشي هذا راه ماشي عالم اخر، ماشي بنادم، لان ما يمكنش هما ما كاين حتى شي حد معاهم في الدار كتجي عندهم الا الحما ديالهم وكيوقع ديك الشيء. حتى الجده ديال حكيمه حتى هي توفات، يعني غير خوالها كل واحد زعما عنده حياته، يعني ما كيجيو هما عندهم حد، هما واحد العائله غير صغيره. وهذا الشيء ولا كيمشي كتقولها لراجلها، كتقول له راه الخاتم راه زعما كان في واحد البلاصه معينه وراني ما لقيتوش، راه داك الحاجه كانت في داك البلاصه وما لقيتهاش. صافي تما بقى كيدخلهم الشك بان يقدر ما نعرف العلم الله. واحد النهار هما كيحلوا الباب ديال الدار ديالهم باش يخرجوا، هما كيلقاو واحد الكرتونه في الباب ديال العتبه ديالهم، يعني في الباب ديال الدار واحد الكرتونه كحله. منين حلوا هذيك الكرتونه لقاو فيها شي تخربيق تيخلع، شي ورد يابس وشي شي 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 اتواب لونها خايب. المهم شي حاجات خايبين لقاوهم في هذيك الكرتونه هذيك، زادوا خلعوها. دونك هنا قال لها راجلها، قال لها اذن هذا راه عارف حتى الدار ديالنا فين، زعما عارف حتى الدار ديالنا فين كنسكنوا، يعني هذا راه قريب لنا هنايا. ما صافي بغاو يحماقوا، وهي مسكينه ما كتزيد غير فين كتمرض وما كيزيد غير هذا الشيء كيوقع لها. وعكوستها حتى هي غادي تحماق معاهم، كتقلب معاهم وكتفقس معاهم وكتقول لهم زعما شنو هذا الشيء هذا يا بنيتي، واش عندك شي زعما في القديم، واش عندك شي مشاكل مع شي حد؟ واش هذا؟ كتقول لها انا ما عندي مشاكل حتى مع شي واحد، وكتقول لهم انا ما عندي والو، هادو راه باغيين يخربوا لي حياتي ولا باغيين يقتلوني ولا ما عرفت شنو باغيين يديروا ليا. صافي بقاو تيقلبوا هنا كل عاوتاني بدلت ديك النمره، عاوتاني دارت نمره اخرى نفس الشيء، عاوتاني كيجيوها نفس الرسائل ديال التهديد. عجوزتها مره كتكون معاهم في هاد المشاكل هذا، مره عاوتاني كتمشي شويه لدارها، حيت هي عندها دارها اللي ربت فيها ولدها سمير واللي عاشوا فيها، راه كاينه دارها.
مستقله، كتمشي عاوتاني لدارها وكتولي عاوتاني ترجع عندهم. حكيمه بقات غير لور مرضات لان هادشي مرضها بزاف، ولات خايفه تخرج، مبقاتش كتمشي لخدمتها، ولات كتمشي في الزنقه وكدور موراها، ولات اي بلاصه خصها تمشي لها خصها اما يكون معها راجلها ولا تكون مع حماتها، حيت ولات كتخاف من هذوك الرسائل. كتقول دابا شي واحد يضربها ولا شي واحد يخطفها، ولا المهم عايشه مسكينه في الرعب هذيك السيده هذيك. بقاو هكاك على داك الحال. هادشي تقريبا واحد عام وهما عايشين في هاد المشاكل، هما عايشين في هاد الازمات هادي عام. وفداك العام 2 مرات كتحمل حكيمه وكيمشي لها البيبي، كدير اجهاض 2 مرات فوسكوش كديرها بهاد المشاكل هادي، لان ديما البكا، ديما مسكينه الرعب، ديما الخوف، وداكشي ما كيصدقش. وكتلقى بجنبها غير عكوزتها زينب، هي اللي كطيب ليها، هي اللي كتوقف معاها، هي اللي كتكون زعما في الجنب ديالها. ديما كتقول لها سمحي لي على هادشي هذا، وكون ما كنتيش انتي كيفاش غيكون فيا. كتقول لها هي راكي بحال بنتي، راه ما ولدتش البنت وانتي راه دايراك بحال بنتي. وبقاو هكاك المهم عام وهما في هاد المشاكل. واحد النهار كانت عندهم زينب، يعني العجوزه ديالها كانت معهم في الدار وهما في هاد المشاكل هادي. هو الجو بحال يتبدل، بحال اللي كان الجو شويه سخون وبرد الحال، بدات كطيح الصب شويه ديال الشتاء. جات زينب قالت لهم غادي نمشي للدار ديالي، قالت لهم غادي نحاول نجيب شي حوايج ديالي شويه دافيين وهادي ونرجع. جات حكيمه ما خلاتهاش، قالت لها ما تخلينيش بوحدي، قالت لها راه وليت كنخاف. قالت لها زعما سمير كيمشي للخدمه وانا، قالت لها واخا كيكون الباب عليا مسدود وكلشي، قالت لها ما كنقدش نخرج وما كنقدش، قالت لها نخرج من البيت. قالت لها بقاي معايا، قالت لها انا ما غنتعطلش، قالت لها غنمشي غير ندي، قالت لها هادشي اللي الحوايج اللي عندي زعما شويه هذا خفاف، وغادي نجيب الحوايج الاخرين الثقالين من الدار الدافين. قالت لها وما نتعطلش ونرجع. المهم مشات. هذيك زينب كانت عندها السياره، يعني المهم سمير كانت عندها السياره، هزت واحد الصاك دايره فيه حوايجها صافي ومشات. داك الساعات كانت الشتا كتصب، بحال نقولوا كتصب ماشي مجهده بحال داك شويه، وكانت الارض ديال الطريق كانت بحال كتزلق. كتب عليها المكتاب ان السياره ديالها كتزلق في واحد المرعرج وكدير كسيده. صافي كدير كسيده، كيعيطوا لسمير، تيقولوا ليه الام ديالك راها دارت كسيده وراها في السبيطار، في واحد السبيطار معين، حيت التليفون ديالها منين لقاو معاها الهاتف ديالها، والهاتف ديالها ما فيه لا كود لا حتى شي حاجه، ولقاو سمير ولدها راه مدخلاه، وديكشي عيطوا لولدها. صافي قالها الحكيمه، قال لها راه الام ديالها شنو وقع لها، ناضت مسكينه كتجري، واخا مريضه تقوات وناضت ومشاو كيجريو للسبيطار. بالفعل تلقى الام ديالو في واحد الحاله خطيره. صافي طاحت عليها حكيمه، بقات كتبكي وعرفتي غنقول لكم واحد كتبكي بواحد الهستيريا، كتقول لها عندك زعما توقع لك شي حاجه وتمشي تخليني، لانها مربيه عليها الكبده وكتبغيها. الام في واحد الحاله خايبه بزاف، لانها فاش في واحد المنعرج فاش زلقات بها الطوموبيل، دخلت في واحد البوطو ديال الضو، واحد البوطو كان تما ديال الاخر ديال الضو، بحال تكرفصات شويه مسكينه داك السيده. المهم بعد يومين ديال الحماس ديال الحكيمه وهي في السبيطار، كتوفى مسكينه، كتوفى مأثره بهذيك الجروح ديالها وديك الضربه ديالها، لان كانت عندها في الراس كانت ضربه خايبه مسكينه وماتت.
ماتت. وش غنقول لكم، واحد الحاله ديال سمير وديال حكيمه. ما نعاودش لكم كيفاش زعما تاثروا بالموت ديال زينب. بقات فيهم وبقات فيه مو، وكانت عنده غير هي. عاوتاني زينب حتى هي، حكيمه حتى هي بقات فيها الحماس ديالها. بالعكس كانت كتقول لها امي، عرفتي راه دخلوا في واحد زعما في واحد المده ديال الحزن، وديال انهم صافي ما بقاو بغاو يديروا حتى شي حاجه، حياتهم ولات ظلام بزاف. المهم دوزو الفتره ديال خلاص الجنازه ديال داكشي. دابا الغريب في الامر هو ان داك الميساجات اللي كانوا كيجيو للحكيمه بقاوش كيجيوها كاع. من نهار اللي خرجت زينب من الدار باش تمشي تبدل حوايجها في دارها، وقعت لها داك الاكسيدون وتوفات. من تما الميساجات ما بقاوش كيجيو الحكيمه في التليفون. يعني داك الخوف وداك الهلع فين كانت عايشه، وداك الستريس، وداك كل ساعه الى التليفون كتبقاي كتشوف فيه غادي يجيها ميساج ولا هادي، ما بقاش. وداك التهديدات وداك الشيء كله وقف ديك الشيء. بقاو تيقولوا ربما هاد السيد ولا هاد السيده هما كانوا شاكين زعما في راجل هو اللي يكون كيدير هاد الفعايل. كانوا كيقولوا هاد السيد اللي كيدير لنا هاد الشيء هذا ربما راه عيا ومشى بحاله، عيا ما يدير لنا فهاد الشيء ومشى بحاله. فاش ما بقى كيتسنى وقيله توقع لينا شي حاجه ولا هذا، فاش ما شاف والو وقيله مشى بحالته. داكشي اللي قالوا. المهم صافي بقاو داك الحزن ديال زينب بقى معاهم شويه بشويه، وبقاو شويه كيسترجعوا حياتهم شويه بشويه. دابا واحد الساك كان في الطوموبيل ديال زينب اللي كانت دايه معاها باش غادي تمشي تبدل حوايجها. هذاك الساك مور الواقعه وداك الشيء راه عطاوه لسمير ديال مو. هو هز ديك الساك وداه للدار ديال مو، ما جابوش للدار ديالو، داه للدار ديال مو، لان هي اصلا كتبغى في هذيك الفتره ديال الموت، يعني مور الجنازه بشويه داه للدار ديال مو. ولكن غير حل الباب وحط ديك الساك رجع عند حكيمه، لانها كانت مريضه وكانت تيقول عاوتاني ربما راه يكونوا جاوها شي ميساجات ولا هادي. ساعه ما جاها والو. المهم دوزوا واحد المده، واحد شويه بداو شويه هكا كيسترجعوا القوى ديالهم، داك الحزن شويه بدا واخا الخاطر عندهم ربي اللي عالم به، ولكن كيحاولوا انهم شويه يعيشوا حياتهم. وهادي صافي واحد النهار هذا سمير قال الحكيمه، قال لها غادي نمشي للدار ديال الام ديالو، قال لها نحلها وندور فيها شويه ونشوف شنو هذا، ربما تكون شي حاجه في الدار بحال بال الوالده ديالو نسيها هذا ولا شي حاجه. دابا ما بقاتش مو ماتت، تيشوف من بعد شنو غيدير في داك الدار. صافي هز الساروت. المهم مشى حل الدار، دخل سد موراه الباب، تيلقى ديك الصاك كيما حطو ديال مو في الباب لداخل، تيلقاه مازال. قال بعدا هاد الصاك هذا وهاد الحوايج هادو نحيدهم، هاد الصاك هذا قال لك ما نخليهمش في الصاك، نحيدهم نحطهم في البلاكار ولا يخليهم تما في شي بيت، ما يخليهمش هكاك. المهم بدا كيجبد داك الحوايج، بدا كيجبد الحوايج. هو كيجبد معاهم واحد الشال ديال مراتو. هنا غتبدا الصدمه ديال سمير، لان داك الشال ديال مراتو اللي كانت اولا اللي كان مشى ليها فديك الفتره ديال فاش كانوا كيتسوا ليها الحوايج من الدار. كانت قالت لسمير راه داك الشال المعين اللي هو خلاص راه عارفه، لانه هو اللي كان جابوا ليها، قالت له راه ما لقيتوش.
لقى الشال، قال بقى تيقول اش هاد الشيء، بالتالي قال وقيلا يقدر يكون تجمع مع الحوايج ديال الوالده ديالو ما شافتوش. بقى نازل كيجبد في الحوايج كينزل كيجبد في الحوايج اللي في داك الصاك. هو تيلقى واحد الصاك واحد اخر صغير لداخل مع داك الحوايج، فيه واحد السلسله. حل داك بحال بوشيت، حل داك البوشيت كبير، حلو. شنو تيلقى فيه لداخل؟ تيلقى فيه تليفون، وتيلقى فيه الخاتم ديال مراتو اللي فايت مشى لها حتى هو. تما بدات كتطلع معاه السخونيه وغادي يبدا في الصدمه. ولقى فيه واحد المجموعه ديال كي كنقولوا ليهم هذوك النوامر ديال التليفونات، واحد المجموعه ديال النوامر لقاهم في ديك البوشيطه. صافي فاش جبد هذاك التليفون لقاه ما خصو يتشارجا، بدا كيقلب في الدار على شي شارجور حتى لقى واحد الشارجور دارو يتشارجا. صافي وبدا كيقلب في داك الحوايج. المهم تما عرف بان الام ديالو هي مولة الفعله. بدا كيتسنى داك التليفون على ما يتشارجا شي شويش. بدا كيتسنى هو كله كيترعد. وبقات كدور له واحد السينتا في راسو، كيقول زعما علاش الام ديالو دير هاد الشيء هذا، علاش زعما حكيمه مرا ظريفه بنت زوينه ما دايره معها غير الخير، كتبغيها من قلبها. شنو هو زعما السبب اللي غيخلي الام ديالو انها تصرف معها هكا؟ يعني ما تفهماتلوش كاع بصفه نهائيه. بدا كيتسنى داك التليفون على ما تشارجا غير شي شويش. صافي وبدا بغى يشوف شنو في قلبه. فاش بغى يشوف شنو قلبه لقى فيه الكود. شنو هو هذا الكود؟ بدا كيجرب، دار التاريخ ديال الميلاد ديالو ما تفتحش، دار تاريخ الميلاد ديال الام ديالو ما تفتحش، بدا كيجرب شي نوامر ما تفتحش. صافي بقى كيفكر سبحان الله العظيم. راه فاش يبغي ربي انه يساعد شي حد في شي حاجه راه في البلاصه. هذاك التليفون كانت فيه مخشي في واحد البوشيت، واحد الغلاف. هذاك البوشيت زولو هو تيلقى لداخل واحد الورقه. داك الورقه فيها الكود ديال التليفون. وبالفعل قال لك سمير، قال لك الام ديالو كانت كتنسى بحال بعض شي مرات كتنسى شي نوامر ديال شي حاجه. فاش كتكون ناسياهم بحال هكا تقدر تقيدهم في شي بلاصه. تيلقى واحد الكود تما تيديرو وهو تيتحل التليفون. تما كيتصدم، لقى اخر نمره مركبه في هذاك التليفون وشنو كتصيفط الحكيمه. داكشي صدمو. ديك فاش تقول لها بحال دابا راكي في داك البلاصه، راني كنت غنشدك، راني خافي على راسك، راه كنت غتكون اخر نهار في حياتك، راه كلشي كانت زعما هي مولاته، هي اللي كتقول لان داكشي كله كانت عارفاه. لقاش هي فاش كانت كتخرج راه كتخرج معاها وكيمشيو لشي بلاصه، او لا حتى الا ما كانتش معاها كتقول لها راني مشيت، لان مصاحبه معاها. هي حاولت ما امكن انها تصاحب معاها باش تبقى تعاود ليها كلشي. واش هذه غيره انها في المثل تزوجت ليها بولدها؟ حيت كاينه هاد الغيره، كاينين. شوف اخوتي، كاينين شي حماوات الله يعمر ليهم الدار، كاينين ظريفين وكيعاملوا بصح ديك العروسه بحال البنت ديالهم، وتيكونوا ظريفين وتيكونوا مزيانين وكاينين اللي تيكونوا خباتين. وخصوصا انا كنقول ربما اللي تيكون عندها ولد واحد بحال ما تتبغيش انها تعطيه لوحده اخرى ولا هادشي، زعما راه كاين باغتو، يعني في العالم كامل هادشي كاين، ماشي غير عندنا حنا هنايا ولا في اي بلاصه.
والله اعلم هادي عندها شي عقده، ولا عندها شي ما نعرف. دابا بقات سمير دابا قالك هادشي طرا والام ديالو ماتت، ما كايناش باش غيواجهها بهادشي هذا، ولا يعاتبها، ولا غيقول لها علاش امي انتي درتي هادشي، ولا غيقول لها حرام عليك، ولا ماتت ما كايناش. دابا كيفاش غيدير هادشي؟ وصلوا الحكيمه يقولوا لها، يقول لها راني عرفت مول الفعله وها شكون. صافي خلى داكشي هكاك، سد الدار، مشى لدارو ماشي هو هذاك، باين عليه في وجهه ماشي هو هذاك. قالت له حكيمه امضرا مشيتي للدار، شنو درتي شنو هذا؟ حيت في الاول قال لها يلاه هي معايا. قالت له انا ما نقدش نمشي للدار ديال امي، راه تقول لها امي. قالت له هي خاويه، ما نقدش. قالت له نبقى نشوف في الحيوط ونشوف داكشي وهي ما كايناش، ما نقدش. قالت له امضرا مشيتي، واش الدار مزيانه واش هادي؟ قال لها ايه. قال لها راه كلشي مزيان انت. بقى جالس شويه وهي قالت له ياك لاباس. قالت له ياك ما تاثرتي زعما فاش مشيتي على حسب الموت وهادي. المهم بقى ساكت في سالي. قال لها راه ما كاين ما نخبي عليك، انا راه عرفت مول الفعله. تصور شنو قالت له حكيمه؟ قالت له عندك قالت له مول الفعله هو اللي كنت انا في بالي. شغنقول لكم، قد خرجت من فمهم بان فلانه هي مولة الفعله، لان حتى هي عرفات. لان ما يمكنش ان النهار ديال الموت ديالها ولا النهار ديال الخرجه ديالها وقعت لها الواقعه كلشي سكت. ما بقاو كيجيو ميساجات، بقاو كيجيو تهديدات، ما بقاو كيلقاو شي حاجه في الباب، ما بقات حتى حاجه كتهز من الدار. ما يمكنش الا كانت هي اللي عندها صلابه هادشي هذا. وجلسوا بقاو كيقولوا زعما، بقاو غير معجبين. ومسكينه حكيمه صدمات واحد الصدمه بحال ما كانتش متيقه. هي شكات فيها ولكن ما كانتش متيقه، ما كتيقش راسها، لان كتقول ما يمكنش هاد السيده اللي كانت كتبغيني هاد المبغيه كامله وكتعاملني هاد التعامل كامل زوين، وانا كذلك عاوتاني زعما هي اللي تكون كانت باغا تدمرني وباغا تقتلني وباغا زعما دير فيا شي حاجه خايبه. ما كانتش كتبغي تدخل لها راسها ولا تصدق راسها. وخلاص تسامير تصدم مزيان في الام ديالو، تصدم. ولكن سيت خوطا ماتت. بقاو كيقولوا كانت دابا ما ماتتش الام، وبقات زعما بقى مازال ربي مطول لها في العمر، وبقات مستمره في هادشي هذا. وما نعرف واش يعيقوا بها ولا ما يعيقوش بها. زعما شنو هو كان المسار ديال الحكيمه؟ كانت مسكينه غادي تقدر توقع لها شي حاجه وهي ما دايره لا ذنب لا حتى شي حاجه، ما دانبات حتى في شي حاجه، وغادي تقدر توقع لها شي حاجه، اما تموت ولا تنتحر. لان كاين اللي بقوه داك التهديدات كينتحر. ما عرفوش كيفاش كان غيكون المسار ديال حياتهم ديال هذا. ولكن ربي لطف بالموت ديالها. هادشي اللي كاين اخوتي خواتاتي. ايوا وحاولوا ما امكن انهم يعيشوا حياتهم، ويحاولوا ما امكن انهم ينساو هذه ماشي سهله. وماشي سهله ان حكيمه جوج مرات كدير الاجهاض بسبب هاد المشاكل هذه، وبزاف ديال المسائل. هنا كتسالى القصه ديالنا. كنتمنى من الله انها تكون عجباتكم وتاخذوا منها عبره، وكنتمنى من الله ان حتى شي واحد ما يطيح او لا ما يكونش شي حد بحال هاد الام ديالو، بحال هاد الام هادي تكون عنده في حياته. يعني هادشي اللي كاين، لان هادشي خطر بزاف. وبحال هاد الناس هادو خايبين بزاف، وتيكونوا كما كيقولوا قاطعين يديهم يد الله. يعني كيقدروا يديروا اي حاجه باش يأذيو الناس، باش يأذيو ناس اخرين ما داروا لهم حتى شي حاجه، وناس اخرين ابرياء. شنو هو الهدف ديالهم؟ الله اعلم هادشي اللي كاين. ولكن شوفوا النهايه كيفاش كانت خايبه بزاف. ليها هي داك الكسيده وداك الموت هكذاك مكتابه عليها وعمرها تم تحد، ولكن واخا هكذاك كانت موته خايبه. هادشي اللي كاين اخوتي خواتاتي.
كنتمنى من الله انكم تخليو لي دي كومونتير على هاد القصه هذه، تقولوا لي الراي ديالكم. اللي مازال ما اشترك في القناه يشترك وخلاص لي لايك، وشكرا جزيلا، والى اللقاء في قصه قادمه باذن الله.